مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. جهود تشييد السدود الصغيرة بإقليم شمال البحر الأحمر تسير بشكل جيد. تنظيم أنشطة نفير جماعي لحماية التربة في لوق عنسبة. صيانة طريق أفعى بتكرن يساهم في تطور المنطقة. رئيس الوزراء العراقي يلتقي خامنئي في طهران. بومبيو يدعو من لندن العالم إلى الوقوف بوجه الصين. وألمانيا تطالب تركيا بوقف الاستفزازات في شرق المتوسط. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أوضح المدير العام لقسم الزراعة والأراضي في إقليم شمال البحر الأحمر السيد ميكائيل تكيه بأن برامج تشييد السدود الصغيرة في 11 قرية بمديريات نغفة وأفعبت وقندع تسير بشكل جيد. وقال أن هذه السدود التي تشيد في تسارت وما حبار وعد شوما ودنقول العلاي وحوسيت بمديرية قندع قد اكتمل بناؤها. كما أنجز 50% من السدود المشيدة في بيان وماريت وأقرع بمديرية نغفة وقبقب ومهداف بمديرية أفعبت. وستسهم السدود إلى جانب توفير مياه الشرب والسقي في تنمية البساتين. من جانبه أوضح مسؤول قسم حماية التربة وحفظ المياه والتنمية المروية سيد حروي يوهانس استمرار أنشطة النفير حول السدود لحمايتها من الطمي، وأشار إلى القيام بأنشطة فاعلة لحماية التربة وحفظ المياه في الأشهر الستة الماضية بالإقليم، فضلا عن صيانة المجاري التحويلية في مديريات شعب وفعبت وقندع وفرو وقلعلو وإمهميمة ومصوى. كما أشار إلى بناء المدرجات في بقلة وأندلال ومعو وتوعية المزارعين لتخصيب التربة وإدارة الأراضي الزراعية بشكل جيد. يقوم سكان عد حنس في مديرية لقو عنسبة بتنظيم أنشطة حماية التربة لحماية السد الذي يشيد في منطقتهم من الطمي. وقال مدير ضاحية دبر عد حنس السيد ملأك تخلاب وسكرتير لجنة التنمية في عد حنس الأستاذ مسل قبر مسغل بأن السكان يقومون بالنفير بمعدل يومين في الأسبوع لمكافحة انجراف التربة وضمان تقديم السد لخدمة أطول. من جانبها أوضحت مسؤولة التنمية الاقتصادية في المديرية سيدة إلسا رؤسوم بأن السد الجاري تشييده سيوفر المياه للإنسان والحيوان والنشاط الزراعي، مشيدة بالمشاركة التي أبداها السكان. ومن جهتهم أوضح المشاركون في النفير استعدادهم للعمل من أجل إنجاح تلك الأنشطة، مشيدين بالدعم والمتابعة من إدارة المديرية. هذا وتبعد عد حنس من مغركع حوالي 3 كيلومترات إلى جهة الشرق. قال مستخدمو طريق أفعبت كرم بأن أعمال الصيانة التي تقوم بها إدارة إقليم شمال البحر الأحمر للطريق بالتعاون مع شركات البناء الوطنية ستسهم بشكل إيجابي في تطور المنطقة. وأوضحوا بأن تعرض الطريق للخراب أحدث مشكلة كبيرة في خدمة المواصلات وارتفاع تعرفة التنقل من مكان لآخر، وأن الصيانة الكاملة التي أجريت له سيكون لها دور في تطوير القرى الواقعة على جانبي الطريق. وأشار إلى أن النفير الذي ظل يقوم به سكان مديرية فعبت لصيانة الطريق في السابق كان يساهم في إيجاد حل مؤقت للمشكلة، مشيدين بالخطوة التي اتخذتها الحكومة لصيانة الطريق بشكل جذري. ودعا سكان الجهات المختصة للعمل على استئناف حافلات شركة حارات لخدماتها بعد توقفها بسبب رداءة الطريق. ألقى الإريتريون في الداخل والمهجر مدفوعات إيجارات البيوت والمتاجر التي يمتلكونها في مختلف مدن البلاد. وفي هذا الإطار ألقت أسرة كداني يحدقو السيد تولد تيدروس والسيدة لتا برهان باشاي من ألمانيا إيجار شهرين في أسمرة. كما ألقى السيد ولد ميكائيل تخصي من ألمانيا إيجار 6 أشهر في مصوع، والسيد هايلي قبر ميكائيل من هولندا إيجار شهرين في تسني ومندفرة، والسيدة نقسيس فماريا من أمريكا إيجار 3 أشهر في أسمرة. وألقت السيدة لوتشيا يوهانس من السويد إيجار شهرين في عد دخالها، والسيد مبرات وارأيا من النرويج والآنسة زيب كداني إيجار شهرين في أسمرة. ومن ناحية أخرى قدمت اللجنة الوطنية في مدينة مونشون الألمانية في البرنامج الذي نظمته بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء 1400 يورو لدعم أسر الشهداء، إلى جانب كفالة 5 أسرة من أسر الشهداء، بينما قدم زرزقي قدي 1000 يورو لأبناء الشهداء. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، فقوا معنا.
مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أبلغ المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظم الذي يزور طهران أن بلاده لن تتدخل في علاقة بغداد بواشنطن، لكنه حذر من أن الوجود الأمريكي على حدود الجمهورية الإسلامية يتسبب بانفلات أمني. والتقى الكاظمي خامنئي في طهران خلال أول زيارة رسمية له إلى الخارج منذ توليه منصبه في مايو. وقال خامنئي حسب ما نقل عنه موقعه الرسمي أن إيران لن تتدخل في علاقات العراق مع أمريكا، لكن تتوقع من الأصدقاء العراقيين أن يعرفوا أمريكا ويدركوا أن تواجدها في أي بلد يسبب الفساد والدمار والتدمير. وأشار خامنئي إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد في بداية العام، والذي طلب بعده البرلمان العراقي انسحاب القوات الأمريكية. وكان من المقرر أن يزور رئيس الوزراء العراقي السعودية الخصم الإقليمي لإيران قبل التوجه إلى طهران، لكن زيارته إلى الرياض تأجلت بسبب دخول الملك سلمان إلى المستشفى. دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو العالم إلى الوقوف بوجه الصين بعدما عقد مشاورات في لندن مع رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون الذي توترت علاقته بالصين بعد انتقاد إجراءاتها في هونغ كونغ واستبعاد شركة الاتصالات الصينية العملاقة هاواي من شبكات الجيل الخامس في البلاد. وأعلن بومبيو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني دومينيك راب: نعتقد أن على العالم بأكمله التعاون لضمان أن تتصرف كل الدول بما فيها الصين بشكل ينسجم مع النظام الدولي. وتتقارب لندن مع مواقف واشنطن في الأشهر الأخيرة حتى أنها غيرت موقفها نهائيا من شركة هاواي واستبعدتها من تطوير شبكات الجيل الخامس لديها. ونفى وزير الخارجية الأمريكي أن تكون واشنطن قد أرغمت حليفتها بريطانيا على تغيير موقفها في هذا الملف. وأكدت لندن أنها استبعدت شركة هاواي من تطوير شبكة الجيل الخامس لأسباب أمنية بعد فرض عقوبات أمريكية في مايو على هذه المجموعة لمنعها من حيازة تكنولوجيا تصنع بمكونات أمريكية. أكد وزير الخارجية الألماني خلال زيارة له إلى اليونان أن العلاقات المتوترة مع تركيا يمكن أن تتحسن إذا أوقفت أنقرة الاستفزازات، في إشارة إلى التنقيب التركي عن الغاز في الشرق المتوسط والذي يعتبره الاتحاد الأوروبي غير شرعي. وقال الوزير هايكو ماس من أثينا بخصوص التنقيب التركي في الشرق المتوسط: لدينا موقف واضح جدا، يجب احترام القانون الدولي، لذا فإن إحراز تقدم في علاقات الاتحاد الأوروبي بتركيا سيكون ممكنا فقط إذا أوقفت أنقرة الاستفزازات في الشرق المتوسط. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن عدم رضاه عما يعتبره تنقيبا تركيا غير قانوني عن النفط والغاز قبال السواحل قبرص، بالإضافة إلى تحركات أنقرة لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في ليبيا، والاتهامات الموجهة لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بتغويض الحريات والديمقراطية في تركيا. هذا وتضع ألمانيا التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي الهجرة في رأس أولوياتها. في الخبر الأخير، أعلن الجيش الكولومبي أن 9 من جنوده قتلوا وأصيب 6 آخرون بجروح، بينما لا يزال 2 آخران في إعداد المفقودين إثر تحطم مروحيتهم في جنوب شرق كولومبيا خلال عملية ضد مقاتلين منشقين عن حركة التمرد السابقة فارك، والتي أبرمت اتفاق سلام مع بوغوتا. وقالت رئاسة أركان الجيش في بيان أن المروحية وهي من طراز بلاك هوك تحطمت في نهر إنيريدا بين مقاطعتي غوافياري وفوبيس، وكان على متنها 17 عسكريا، حيث أصيب 6 منهم بجروح وفقد 11 آخرون، مؤشرة إلى أن الجرحى نقلوا إلى العاصمة بوغوتا للعلاج، في حين بدأت عمليات البحث عن المفقودين. وما لبث متحدث باسم الجيش أن أعلن في رسالة إلى الإعلاميين العثور على جثث 9 من العسكريين المفقودين، وفي حين لم يوضح بيان رئاسة الأركان ما إذا كان سقوط الطائرة ناجما عن حادث أم أنها أسقطت. وأعرب الرئيس إيفان دوكي في تغريدة على تويتر عن أسفه للحادث. وتعتبر حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية فارك أكبر حركة تمرد في كولومبيا، لكنها وقعت في عام 2016 اتفاق سلام مع الحكومة، غير أن قلة من عناصرها رفضت إلقاء السلاح وانشقت عن الميليشيا. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.